عندما يتحدثون عن برشلونة فإنهم يتحدثون عن الكبرياء وعن التاريخ الذي لا يمحى، عن فريق لا يسقط إلا ليقف أقوى. لكن وسط كل هذا المجد هناك دائما من يصرخ ساخطا، من لا يروق له أن يرى البلوغرانا في القمة. الليلة برشلونة لم يكن خصما لجيرونا فحسب، بل كان يرد على كل من شكك فيه. وعلى أرض الملعب كانت هناك حكاية، فعندما يكون البقاء في القمة مرهونا بالمواجهات الصعبة فلا مجال للأخطاء. برشلونة يدرك أن كل نقطة الآن تساوي ذهبا، لكن هل كان قادرا على تجاوز عقبة جيرونا دون عناء؟ مباراة مشتعلة، أهداف، إثارة، ولقطة تحكيمية مثيرة للجدل. إليكم القصة كاملة. برشلونة دخل اللقاء بوجه البطل الباحث عن إثبات الهيمنة. لم يكن هناك وقت للمجاملات، فجاءت البداية بقوة. جيرونا حاول الصمود، حاول إيقاف المد الكتالوني، لكنه لم يدرك أن برشلونة هذا الموسم لا يرحم. الضغط كان متواصلا، الهجمات تتوالى، والشبكة لم تتأخر كثيرا في الاهتزاز. ما يجعل برشلونة مرعبا هذا الموسم ليس فقط امتلاكه أسماء كبيرة، بل امتلاكه لاعبين يعرفون كيف يحسمون اللقاءات الصعبة. ديونغ، اللاعب الذي تعرض للانتقادات، قرر أن يكون كلمة الحسم. انطلاقة عبقرية من وسط الملعب، تمريرة خيالية إلى ليفاندوفسكي، والبولندي يسكنها في الشباك بثقة. ثم يأتي فيران ليضع اللمسة الأخيرة ويؤكد أن لا مجال للمفاجآت اليوم. برشلونة لا يرحم في هذه اللحظات الحاسمة. تعادل في الشوط الأول، لا مشكلة، لأن الصمود المزيف لا يسقط البارسا بل يغضبه. ومع كل دقيقة كانت الماكينة الكتالونية تزداد سرعة، تماما كما تفعل العاصفة قبل أن تضرب بكل عنفها. لكن لم تكن المباراة مجرد مواجهة كروية، بل كانت مسرحا جديدا للجدل التحكيمي. وهذا الجدل الذي أعاد ركلة جزاء لاعب ريال مدريد غولر إلى الواجهة مرة أخرى. فيرمين لوبيز سقط داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة واضحة، ولكن الحكم رفض احتساب شيء. حتى تقنية الفيديو لم تنصف برشلونة هذه المرة، في لقطة ستظل عالقة في الأذهان، خصوصا بعد أن ذكر حساب أرشيفو فار أن أسبيريا وضع قدمه لمنع تسديدة فيرمين، ما أسقطه على الأرض. هذه ضربة جزاء. النقطة الأساسية أن أسبيريا لم يحاول لعب الكرة، وكان هدفه منع التسديدة. لم يرضى برشلونة بقرار الحكم، فكتب الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس: حسنا، لا خطأ ولا ركلة جزاء، كرة لجيرونا. وقارن كثيرون بين تلك المخالفة وركلة الجزاء المحتسبة يوم أمس لريال مدريد في مواجهة ليغانيس، حين سقط أردا غولر داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع مدافع الخصم. رآه كثيرون بأنه لا يرقى لاحتساب مخالفة. وقال الصحفي ناتشو خيمينيز عبر حسابه على منصة إكس: لم تحتسب ركلة جزاء لأن اللاعب الذي سقط اسمه ليس أردا غولر. فهل كانت ضربة جزاء واضحة، أم أن العدالة التحكيمية غائبة عندما يتعلق الأمر بالكتالان؟ المثير في هذا الانتصار أنه لم يكن مجرد 3 نقاط، بل كان رسالة للجميع. برشلونة هنا ليقاتل حتى الرمق الأخير. أبناء الإقليم لم ينسوا الهزائم ولم يتقبلوا الصمت، فجاء الرد ساحقا برباعية جعلت الجميع يعيد التفكير. إنهم لم يعودوا رحماء، بل عادوا جائعين للألقاب. برشلونة الآن في القمة، ولكن هل يبقى هناك حتى النهاية؟ ريال مدريد يترقب، وجماهير البلوغرانا تحبس أنفاسها. فهل يستطيع رجال فليك حسم اللقب، أم أن هناك فصولا أخرى لهذه الحكاية؟ فأخبرونا أنتم بآرائكم في التعليقات. وهل ترون أن البارسا تعرض لظلم تحكيمي؟